ما اعرفوش يعني الدخله هتيجي النهارده في النهارده 5 بكره 10 بكره 3 يعني تيجي تقول لها كل يوم النهارده كذا بكره انا بدي فلوس من جيبي هو اللي بتفضل البدله في الدولاب حاجه عارفاها. انا قصدي كان انه يكون هو معاه ما يقولش مثلا لا ما فيش الطبع ده خالص. انا بكلمك من منطلق ان احنا ما بنعدش، مش من نوع يعني اللي بنعدي يعني جلسه مزاج، ما نعرفش احنا الاثنين نفس الكاركتر شويه. ما عندناش حاجه روتينيه نمشي عليها. ترى في دماغنا النهارده نشتري كذا بنشتري كذا يعني فاهمه؟ فما اقدرش احسب لك انا بصرف قد ايه وانا معايا قد ايه، انا نفسي ما اعرفش. لا انا مش بسال عن الكلمه، لكن بسال عن ان حضرتك بتبقي عارفه ان النهارده مثلا بيجي لك انا معايا كذا وانت بقى اللي في ايدك مصروف البيت. يعني طلبتني لا يعني برضه انا مش عايشه برضه زي الستات بالظبط مصروف النهارده كذا لا يعني على حسب متطلباتنا. ايوه عايزاك لا عايزاك بجد باخد كويس قوي. لو سالت بتقدم هدومك برضه عن اخر هديه قدمها لك الدكتور سامي. اخر هديه هو دلوقتي ما بقاش يشتري هدايا، هو بيديني فلوس واشتري اللي انت عايزاه. دي اخر حاجه. هو مش فاضي، انا بشتري له حاجته. طب كويس جدا. انا بشتري له حاجته طلباته، اقول له مثلا انا شفت كذا كذا حلو، يروح بس مجرد انك تقيسه في المكان دوت. زي مشاهدين بعد ما التقينا مع كل طرف من اطراف الاسره، طبعا الزوج والزوجه على حده، رجعنا مره ثانيه وجمعنا افراد الاسره، ولكن طبعا في 3 من افراد الاسره الحقيقه ما قدروش ان هم يحضروا التسجيل معانا، احمد ورامي وردة. نتمنى ان شاء الله طبعا انه في المرات القادمه يكونوا موجودين. لكن معانا اصغر فرد من افراد الاسره وهو طارق. انت قلت لي انت في سنه كام يا طارق؟ ولا سنه. ولا ثانوي. عايز اعرف بقى انت بتذاكر كويس؟ يعني مش قوي. طب الكلام ده يزعل بابا مام ولا ايه رايك؟ هو طارق الحقيقه بيتمتع بخفه ظل عاليه جدا. وكمان عايزه اسالك عن سافرت مع بابا وماما؟ لا ما سافرتش خالص؟ في الغردقه في المصايف بس. في المصايف. ايه اكتر بقى الاماكن اللي بتعجبك وانت بتصيف؟ الغردقه. بتحب تزورها كتير؟ عايز اعرف بقى بما انك اصغر فرد في افراد الاسره بتتمتع بقى اكيد بكميه من الدلع كبيره جدا. اكتر واحد متدلع فيهم. مش معنى اصلا صغيرات فيهم يعني. ونقدر نقول ان كل الطلبات بتبقى مجابه؟ يعني مش قوي. لو قلنا بقى بابا ولا ماما مين اكتر واحد بيلبي طلباتك؟ الصراحة يعني ساعات وساعات، بابايا ساعات يكون كويس ومامتي ساعات، يعني الاتنين كويسين معايا. الاثنين كويسين، بس انا شايفه بابا بيكلمك. انا شايفه ان في يمكن كم من التفاهم والضحك والتهريج مع بابا زياده شويه، ليه؟ علشان احنا رجاله زي بعض. عشان انا ورث خفة الدم منه اكتر. دي صفة جميلة بقى جدا. يمكن أول مرة سادة المشاهدين يعرفوا معانا النهارده الدكتور سامي الزهار